بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيفكم اخواني؟ اتمنى تكونوا بألف خير. اخواني اليوم خلال هاليومين اجتني رسائل كثير من اصدقائي عم يسألوني عن كيفية عمل الامم المتحدة. في ناس منهم بدهم يتبرعوا، كانوا وما شافوا غير طريقة واحدة للتبرع، انه الامم المتحدة حاليا هي محتكرة جمع التبرعات للشعب السوري من بداية الازمة لحد هاليوم. وطبعا أكيد كثيرين منكم خلال هاليومين ثلاثة مر على سمعه كثير كلمة الأمم المتحدة، المساعدات، سرقة المساعدات، وصار لغط كثير بهالموضوع. وناس عم تسمع هالكلام وهالأخبار ومو عرفانة اللعبة وين، ولا فهمانة إيش القصة. أنا بإذن الله اليوم بدي أعطيكم الخلاصة، راح أعطيكم الزبدة يعني من الأخير، وشو هي اللعبة اللي عم تصير. هون اللعبة اللي عم تصير كالتالي. بدي بس أرجع معكم بالتاريخ شوي لورا لسنة 1945 لنهاية الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية كانت بين الاتحاد السوفيتي اللي أجت وريثته روسيا بعدين، كانت بين الحلفاء وبين المحور. الحلفاء هم روسيا والصين وأمريكا، فرنسا وبريطانيا. دول المحور كانت ألمانيا النازية وإيطاليا بقيادة موسوليني واليابان. ثلاث دول، اليابان وإيطاليا وألمانيا. مقابلها أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. مين انتصر؟ دول الحلفاء اللي هم أمريكا، بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، هم اللي انتصروا بالحرب العالمية الثانية. طبعا روسيا نقصد بها الاتحاد السوفيتي، طبعا بعد ما تفكك بقي منه روسيا. هالدول الخمسة بعد فوزهم بالحرب العالمية الثانية، طبعا المسلمين والعرب كانوا غايبين عن الحرب العالمية الثانية، كانوا مسجلين غياب، لأنه مع الأسف من الحرب العالمية الأولى تم تفكيك الخلافة العثمانية، ما ظل لهم دور من وقت المسلمين من الحرب العالمية الأولى. يعني الحرب العالمية الثانية كانوا مو موجودين بالأساس باللعبة كلها برات المونديال. فاللي صار إنه هالخمس دول اللي انتصرت بالحرب العالمية الثانية أسسوا شيء اسمه أمم متحدة، وخرج عن الأمم المتحدة شيء اسمه مجلس الأمن الدولي ومنظمة الطعام. هاي كله في شركاء بعض، يعني متداخلين بنفس المنظمة تقريبا. مجلس الأمن والأمم المتحدة وبنك الطعام والمفوضية واليونيسيف والأونروا، كله بقلب بعضه، يرجع لنفس الحاوية. صار بمجلس الأمن الدولي واحدة من قوانينه في شيء اسمه حق الفيتو. حق الفيتو هذا أنا ما فهمت منه شيء بصراحة. حق الفيتو يعني بلطجة، في بلطجة ببلطجة. حق الفيتو يعني الحق الفيتو مين عنده حق الفيتو؟ بس هالخمس دول اللي انتصروا بالحرب العالمية الثانية هم اللي عندهم حق فيتو فقط. غيرهم باقي ما تبقى الدول العربية والإسلامية كلها ما في ولا دولة عندها حق فيتو نهائيا. وطبعا حق الفيتو هو بتجي تقرأ الموضوع قانونيا، عبارة عن انه الدولة واحدة من هالدول الخمسة اذا بدها قرار ما تمرره، ما تقدر تمنع تمرير القرار. هل يكون القرار عادل ظالم بغض النظر، بلطجة سياسية يعني. مثل ما شفنا من بداية الأزمة السورية، بعض الدول حاولت تمرير قرار لمعاقبة بشار، والفيتو الروسي والصيني كان حاضر. طبعا هاي كلها تمثيلية يعني عم تصير علينا. يعني اليوم الدول وقت بدها تغير رئيس، ما مثل إذا حطت براسها هالشي ما راح ترجع لمجلس الأمن. أضرب لكم مثال، مثل 2003 2004 احتلال العراق. صدام حسين كان يشكل خطر على المصالح الأمريكية الإسرائيلية. هل يا ترى أمريكا رجعت للمجلس الأمن الدولي واستأذنت من الدول وبعدين راحت هجمت على صدام حسين؟ لا، راحت من فوق الطاولة، بلطجة سياسية أسقطت حكم صدام حسين. كمثال آخر اللي عم يصير اليوم بين روسيا وأوكرانيا. هل روسيا عندما أرادت غزو أوكرانيا رجعت لمجلس الأمن وأخذت الإذن من الدول؟ لا، راحت منه ومن حالها ودخلت على أوكرانيا وأعلنت حملة عسكرية سريعة.
والصين كمان اليوم عم تهدد انه بدها تغزي تايوان. ايش علاقة هالكلام بقصة المساعدات، قصة الامم المتحدة والمساعدات اليوم بسوريا؟ من بداية الازمة، من بداية الثورة السورية، روسيا عم عندها عم تعطي فيتو على موضوع المساعدات. روسيا بالمختصر قالت اي مساعدات بدها تدخل الى سوريا ما راح، ممنوع تدخل الا عن طريق بشار الاسد. هذا هو الفيتو تبع روسيا. روسيا عطت فيتو انه ممنوع تدخل مساعدات الى السوريين من اي منفذ ومن اي مطار الا عن طريق بشار الاسد، الا عن طريق نظام الاسد. وهذا الشيء قائم لحد هاللحظة اللي عم بحكي معكم فيها. ولوين ياخذنا هالكلام؟ انه المساعدات بالنسبة اي مساعدات عم تدخل لأيدي النظام، يعني النظام السوري معروف الداخل مفقود والخارج مولود، يعني ما راح يصل للسوريين ولا اذن الجمل ما راح يصلهم. ثاني شيء النظام بهالحالة محتكر ايصال المساعدات داخليا وخارجيا، يعني توزيع المساعدات داخليا وخارجيا هو محتكرها، مثل ما شفنا اللي صار مع الشاب يمكن باللاذقية معين علي. اكتبوا معين علي وراح تعرفوا القصة اللي ما يعرف. معين علي هو يعتبر من أحد الشبيحة الشرفاء، يعني هاي اللي نسبتهم 1%. يعني هذول طبقة من الشبيحة وهم غالبية بصراحة. هم طبقة مسحوقة، علويين وشبيحة، وحاربوا مع النظام وعطوا قتلى مشان النظام. ومع هالشي هم أفقر من في سوريا، وما حصلوا على الامتيازات اللي حصل عليها الأشخاص المقربين للنظام. بالمختصر هذا الشاب معين علي أراد مساعدة المنكوبين أثناء الزلزال عن خلال إيصال مساعدات لهم باليد. النظام منعه، قالوا له ممنوع. خلينا نسمع كلمتين من اللي قالوا الشاب. ليش حصل على مد البرد على مد اكل؟ انت كيف على اساس بتطلب عندي تصريح امني لفوت لحتى اوصل لهم اياه؟ ليش حصل عن طريق مبدا المحافظه لازم نروح نوصل المساعدات اللي عندنا؟ يا اخي العالم ما بتوثق فيكم، شو بعملكم؟ من قبل لا يا اخي من خذ الامانه وننزل لعندكم ونعطيكم اياها عشان انتم تسرقوها. مثل ما سمعنا اخواني، الشاب طلع قالوا دخلوه بحيطان وقالوا له بدك حصرا تصريح امني حتى تقدر توصل المساعدات للمنكوبين تبع الزلزال. والشاب من ماله الخاص بده يروح يتبرع للمنكوبين، يمكن زلمه في سبيل الله او في سبيل اي شيء، في سبيل الانسانيه، حب يوصلها للاشخاص المحتاجين، للاشخاص المحتاجين المساعدات. منعوا النظام، قالوا له الا حصرا بدك تروح تسلم المساعدات اللي بدك تساعد فيها الناس تسلمها لمبنى المحافظه، مشان مبنى المحافظه بقى يناموا عليها. والشاب منهم وفيهم وعرفان القصه وعرفان الترتيبه يعني، واعتقلوه هو وعم يوزع المساعدات للناس. الناس اللي طالعه من تحت طالعه من تحت الانقاض عم يعطيهم بطانيات وعم يعطيهم مساعدات لهم. اعتقلوه اثناءها بنفس الدقيقه شالوه، هو عم يعطي مساعدات والله المستعان يعني. بس بالنهايه لوين ياخذنا هالكلام؟ انه اي شخص تبرع للامم المتحده، تبرع لسوريا، هو كذبا وبهتانا ما تبرع لسوريا عن طريق الامم المتحده وقال انه خلص انا تبرعت لسوريا والسلام عليكم، لا هالكلام ما يمشي معنا. اي شخص ابو فله، مثل وقت ابو فله راح اعتكف ببرج زايد، ظل 3 ايام معتكف وصار وجهه يشبه بوري الصوبه المخنق، وجمع ما بعرف 9 مليون 11 مليون دولار. هاي ال 11 مليون دولار شلون راحت؟ كالتالي: الامم المتحده تفوت على موقعهم الاساسي، موقع رئيسي، كاتبين لك نحن نسرق 50%، نص اللي يجينا من المساعدات هذا لنا حصتنا اتعابنا. يعني اذا انت بعثت 10 مليون لسوريا، 5 مليون راحت في سبيل ايصال ال5 مليون الباقيه. تخيل المهزله هاي على موقعهم الرسمي باعترافهم.
ما أنا فضيحة يعني. هاي على حكيهم طبعا. وال50% اللي تتبقى يعطوها لبشار الأسد. بشار الأسد ياخذ هاي المساعدات، إما عن طريق ياخذها ويبيعها للشعب، أو يعني ما تفرق معه. المهم بالنهاية شيء يرجع له وارد للنظام يعيش فيها الكلاب اللي عنده يعني. وتوزيع مجاني، شفنا اللي عم توزيع، عم توزع 3-4 سيارات بكل المحافظات السورية، وتلاقي اجت سيارة فيها مساعدات وعشوائي يشلف، وهذاك يقول له سبوا السعودية مشان اعطيكم، يقول له تسقط السعودية، يقول له تسقط السعودية، يقول له تفضل هاي كانت مساعدات. يجي اللي بعده يقول تسقط السعودية، يقول له تسقط السعودية، يقول له تفضل. يعني مهزلة. هاي 3-4 سيارات مشان يرفعوا العتب راحوا وزعوها على العالم، والباقي ما تبقى سيتم بيعه، ووارداته رايحة لجيبة بشار الأسد يعني. وسمعنا كمان جورج وسوف تبرع ب1,000,000 دولار. و يعني بالنهاية بدي أقول له يعني مانيتك على حالك أنت وأبو فلة وكل شيء تبرع للشعب السوري والحكومة العراقية طبعا، الحكومة العراقية العميلة لإيران. بدي أخبركم إنه أنتم ما تبرعتوا للشعب السوري، أنتم تبرعتوا لبشار الأسد، تبرعتوا للكلب تبع إيران بشار الأسد، رحتوا تبرعتوا له. للشعب السوري ما وصل ولا شيء، ما وصل شيء. عم أقول لكم يعني حطوا ببطنكم بطيخة صيفي. ما وصل شيء للشعب السوري. وللجزائر كمان، حكومة الجزائر مشكورة على راسي والله من فوق، كمان بعثوا مساعدات للنظام السوري، إلا استثني منها فريق الإنقاذ. يمكن حتى لو فريق الإنقاذ يصلح النظام السوري يفكهم يسويهم قطع ويبيعهم، كان باعهم فريق الإنقاذ. فأخواني لوين ياخذنا هالكلام؟ بالنسبة كمان أصالة نصري اللي محسوبة على الثورة، قالت تبرعت ب3,000,000 دولار. شفت تغريدة أصالة نصري، ما استنظفتها يعني. إذا هي متبرعة للأمم المتحدة فالله لا يعطيها العافية والله لا يكثر خيرها، لأنه هي إذا محسوبة اليوم على الثورة السورية وتروح تتبرع للأمم المتحدة اللي هي مسؤولة عن دعم النظام، هي من أهم الواردات، الشريان الحياة للنظام اليوم هو الأمم المتحدة. إذا شالت المصاري وعطتها للأمم المتحدة وخلص نحن ما لنا علاقة، لا الله لا يعطيها العافية والله لا يكثر خيرها. أما خلينا نسمع التغريدة تبع أصالة نصري. ما تأخذوني والله أخواني، ضيعت التغريدة تبعها بصراحة. اصبروا علي ثانية إن شاء الله وأطلع لكم التغريدة تبعها أصالة نصري. غرض التغريدة ما استنظفتها نهائيا يعني. هاي التغريدة تقول فيها بما معناه إنه نحن ما لنا غير نثق بالمنظمات الدولية والباقي على الله، ويعني شيء من هلا مش الحال. لا الفنان جورج وسوف تبرع لمين؟ الفنان جورج وسوف تبرع لضحايا زلزال سوريا. الله أكبر الله أكبر. مين ضحايا زلزال سوريا؟ بشار الأسد. مين ضحايا زلزال سوريا؟ بشار الأسد. يعني لازم الخبر غلط، كل خبر صياغته غلط. الفنان جورج وسوف يتبرع لبشار الأسد، هذا المفروض ينكتب. فنانين كتير تبرعوا ما شاء الله. وناصيف زيتون، نانسي عقرم اللي جوزها قتل الحارس السوري، هذا كان عنده ناطور بالبناية قتله وطلع براءة، تبرعت للشعب السوري. ما شاء الله ما شاء الله. أما الفنانة أصالة من وقت زلزال سوريا وهي بتنشر تغريدات هون أصالة كتبت اللي بيسمع عن مؤسسات هدفها إنساني بحث، يا ريت ينشر المعلومات حتى يكون أسهل على كل إنسان
بس إنسان بده بس ما عم يعرف يوصل. تمام، لحد هون تمام الأمور. قالت كتبت هون أصالة نصري بالتغريدة: لا تيأسوا من المنافذ اللي راح توصلوا من خلالها، ووسعوا دائرة التبرعات، وما عندنا حل غير نثق بالمؤسسات. أي مؤسسات طبعا ما بعرف، إذا قصدها على الأمم المتحدة فالله يكسر يدينها، لأن المنطق الإنساني البديهي يقول أننا بمرحلة الضمير. هي مرحلة الضمير عندك والله، بس مو عند الأمم المتحدة، مو عند روسيا. بأفضل أحواله. شلون اللي يقول فوتتني بالحائط هاي قسما بالله. لأن المنطق الإنساني البديهي يقول أننا بمرحلة الضمير بأفضل أحواله. قل لك أصالة نصري نحن حاليا بسنة 2023 وكل هالأزمات، يقول لك بتقول أننا بمرحلة الضمير بأفضل أحواله، لأن المنطق الإنساني البديهي يقول أننا بمرحلة الضمير بأفضل أحواله. الله أكبر، الله أكبر. نحن رجعنا للزمن عمر بن عبد العزيز، رجعنا للزمن أبو بكر الصديق ما شاء الله. والكل بده يساعد، وخلونا نعمل شيء لتنتصر إنسانيتنا. خلوا هاليوم ما يمر إلا ونحن كلنا عملنا شيء، عملنا شيء تمام. بس ما بدك تعرف إنه هالشيء يا ترى ساعد المنكوبين ولا كمان زاد محنتهم، ولا هالشيء اللي عملتوه رحتوا أعطيتوا مصاري بشار الأسد مشان يشتري سلاح ويقتل به، يهد البيوت اللي ظلت ما انهدت. على كل حال ما يعني شفت كمان الفنانة أصالة كمان، يعني أنا بس إنه مهتم أصالة من غيرها من الفنانين لأنه هي محسوبة على الثورة. وشفتها حكت مع بث مباشر مع مؤسسة ملهم التطوعية على ما أظن، أو إذا كانت هذيك المؤسسة مستقلة لا تعمل لصالح الأمم المتحدة ولا هي ذراع للأمم المتحدة، فعلى عيني وراسي وكثر الله خيرها. أما إذا شالت المصاري وشلفتها الأمم المتحدة قسموها بينهم بين بشار 50-50، فالله لا يعطيها العافية، لا هي ولا جورج وسوف ولا كل من تبرع. وما نيتك على حالك، بدي أقول لكل شي واحد تبرع عن طريق الأمم المتحدة ما نيتك على حالك. اليوم عندنا أخوان كمان نقطة مهمة بدي أحكيها معاكم قبل ما أسكر الفيديو. قافلة مساعدات دير الزور، فزعة عشائر دير الزور اليوم هي على بساطتها وعلى يعني بالنسبة للمنطقة منكوبة، يعني المنطقة الشرقية دير الزور، والنفط اللي موجود فيها أن هذا النفط بحياته ما دخل جيوب أهل المنطقة ولا دخل جيوب السوريين. أصلا هذا النفط ممنوع يستفيد منه السوريين من 1980، من 40-50 سنة هذا النفط ممنوع يستفيد منه السوريين لحد اللحظة. يعني مشان ما نغمق بموضوع، خلينا بموضوعنا الأساسي النفط. لا عفوا مو النفط، قصدي على المساعدات اللي أجت قافلة فزعة عشائر دير الزور، مسحت بكرامة الأمم المتحدة الأرض، دعست على الخطوط الحمراء الدولية، دعست على الفيتو الروسي، دعست على كل الاعتبارات السياسية لكل الأحزاب والقوى بالمنطقة، دعست على كل اعتباراتهم السياسية، من قسد للجيش الوطني للأمريكان لروسيا للفيتو للأمم المتحدة، مسحت بكرامتهم الأرض. لأنه على بعد منطقة بدير الزور قدرت توصل مساعدات قبل الأمم المتحدة ب4 أيام. قافلة مساعدات عبارة عن 75 شاحنة، والأمم المتحدة بعدها ب4 أيام يا ب3 أيام دخلت 15 شاحنة لحفظ ماء الوجه. وكان أصلا لبين ما دخلوها كانت دير الزور لسه باعثة قافلة ثانية. وطبعا عشائر رقة ما ننساهم، عشائر منبج طبعا وقت شافوا هذا الموكب المهيب للمساعدات اللي رايحة للمضرين بالشمال ما قبلوا على حالهم يظلون قاعدين. كذلك الأمر شاركوا. بعد ما انمسحت بكرامة الأمم المتحدة الأرض بعد قافلة مساعدات عشائر دير الزور، خرج الأمين العام للأمم المتحدة واعترف، قال نحن فاشلين، قال نحن منظمة فاشلة. الزلمة اعترف، قال يعني صريح
ايش بدك احلى من هيك؟ ثواني اقرا لكم ايش اجب تغريدته بالضبط. هذا يمكن الوريث تبع بان كيمون كان يشعر بالقلق. على حدود تركيا سوريا، اسمه مارتن غير فيث، ما بعرف والله، ما ولا يهمني ايش بدي اعرف اسمه، المهم اسمه مارتن. على حدود تركيا سوريا اليوم لقد خذلنا حتى الآن الناس في الشمال غرب سوريا، إنهم محقون في شعورهم بالتخلي عنهم. لا كذاب والله، كذاب، خصمك صرماتي، يا ريت بس تخلوا عنا، لا كمان راحوا وقفوا مع بشار الأسد. أبحث عن المساعدات الدولية التي لم تصل. واجبي والتزامنا هو تصحيح هذا الفشل بأسرع ما يمكن، هذا هو تركيزي. هذا كلام المندوب العام للأمم المتحدة عم يقول بدنا نصحح هذا الفشل. والله إذا بدك تصحح هذا الفشل أول شيء بدك ما تخلط المساعدات الإنسانية بالسياسة. يعني اليوم لا تقول لي إيش دخل السياسة بالمساعدات الإنسانية، لا السياسة داخلة بكرتونة المساعدات. تعرف السياسة وين داخلة؟ بكرتونة المساعدات، جوا العدس وجوا الرز وجوا البطاطا، داخلة السياسة. يعني اليوم بسبب فيتو روسيا الشمال السوري كله عم يعاني، عوائل عم تعاني، ناس عم تموت من الجوع. ما بدي اطول عليكم اخواني، لحد هون ان شاء الله نكون خلصنا الفيديو. ولا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب، لا تنسونا من لايك وشير ومتابعة حتى نستمر معكم ان شاء الله ويصلكم كل جديد. الى اللقاء، كان معكم أسامة العلي.